فيلمنا بيبدأ وبيكون الشرطة واقفين في كل مكان، وبيكون واحد بيتكلم معاهم وبيكون خاطف طليقته وولادها وبيقول لهم يمشوا من المكان ده وهو مش هيخرج، ولو ما مشوش في خلال 5 دقايق مش هيعجبهم اللي هو يعمله، وبيقفل السكة وبيقول لهم الشرطي اللي هناك يعملوا العملية بتاعتهم، وبيكون في فرقة بتتحرك من غير ما حد يشوفهم وبيفجروا الجدار، وبيدخل الجنود وبياخدوا الأم وأطفالها، وبيكون الأب مع طفل واحد، وبيقول واحد من الجنود لسوير إن هو يقدر يموته بس بيقول له لأ عشان هو مش مسلح، وبينزل سوير سلاحه وبيحاول يتكلم معاه وبيقول له ينزل ابنه ويبعدوا عنهم، وبينزل ابنه فعلا بس بيكون لابس متفجرات وبيفجر نفسه، وبيكون سوير اتصاب جامد وبياخدوه للعمليات، وبيقابل سارة وبتكون جراحة هناك، وبيكون على الأخبار جايبين برج اتعمل ازاي وهو من عجائب الدنيا، وبيكون جاو لونج جي متصدر كل خبر على التلفزيون، وده بسبب ان هو بنى اكبر ناطحة سحاب في العالم وبيكون اكبر من برج خليفة بكتير، وبيكون في كرة غريبة اعلى البرج والكل بيكون عاوز يعرف ديت بتاعت ايه، وبتقفل سارة التلفزيون وبيكون سوير رجله اتقطعت من العملية اللي حصلت وبيركب طرف صناعي وبيجهز وبيكون رايح مقابلة شغل، وبتقول له سارة هو كويس؟ قال لها ايوه، المشكلة بس في رجله الجديدة، وبيكون سوير قلقان وبتقول له سارة في ايه؟ قال لها ان هو قلقان لو نسي حاجة، بس قالت له ان هو بقاله 6 شهور بيجهز للاجتماع ده وهو عارف المكان ده احسن من اي حد وبيشكرها، وبتقول له ان موبايلها مش شغال، قال لها كل التشجيع ده عشان موبايلك بايظ، وبيقول لها قلت لك تقفليه وتفتحيه عشان 90% من المشاكل بيكون بسبب كده، وبيخرجوا سوا وبيهزر سوير مع اطفاله، وبيكون سوير صلح موبايل سارة، وبيروح بين صاحب سوير يقابلهم وبيدي الاطفال لعب وبيمشوا مع ساره، وبيروح سوير وبين للبرج وبيكون بين هو اللي مرشح سوير ليهم، وبيوصلوا للمكان وبيقابلوا جاو لونج وبيكلموا كوري وبيرد عليه جاو، بس سوير بيقول له انه ما يعرفش غير صباح الخير بس ومراته اللي قالت له عليها، وبيقول له جاو ساره الجراحه اللي في القوات البحريه، وبيقول له عندك توأمين وهم هنري وجورجيا، وبيكون عارف كل حاجه عنه، وبيبدا سوير يشرح ليهم انظمه الحمايه اللي المفروض تتعمل، واول حاجه انظمه اخماد الحريق، ولازم يبقى في مرشات لغاز ثاني اكسيد الكربون وهي هتطفي الحريق على طول، وبيقول له ان هي هتبقى اكتر ناطحه سحاب امنه في العالم، وبيشكروا جاو وبيديله تابلت يمنحه التحكم في البرج عشان اي ظرف يحصل وبيسجله بوشه، وبيقول له جاو يجي معاه، وبيروح وبيتكلم بين مع حد وبيقول له ان هو اخذ التابلت وبيقول له يجيبوا القارب، وبيروح سوير مع جاو وبيوريه الكرة اللي فوق دي وممكن يعمل فيها ايه، وبيكون سوير متفاجئ من اللي شايفه وبيكون مستغرب من كل حاجه، وبيروح يركبوا القارب هو وبن، وبيقول بن لسوير هو بيوحشوا الفريق، قال له ايوه بس دلوقتي عنده زوجه واطفال وهو ما لمسش سلاح من 10 سنين، وبيساله بن ليه، قال له سوير ان بعد اللي حصل رمى السلاح بعيد عنه خالص ومش هيمسكه تاني، وبيقول له بن ان الراجل كان معاه حزام ناسف ودي مش غلطته، وبيقول سوير ان لولا كده ما كانش هيعرف ساره ولا كان هيخلف ولاده، وما كانش عارف ايه اللي هيحصل له من غيرهم، وبيوصلوا وبيتحركوا وواحد بيتحرك وراهم وبيطلع الراجل ده سكينه وبيقطع الشنطه بتاعت سوير وبياخدها، وبيحاول سوير يمسكها بس بيعور ايده وبيجري، وبيروح بين وراه بس بيجري منه، وبيكون في حد من عمال الامن الصناعي في المكان وبيلاقي تشقق في الحيطه وبيروح يشوف فيه ايه، بس المكان بيتكسر وبيقرب يشوف فيه ايه بس حد بيخنقه، وبيكون واحد اسمه بوتا وبيكون معاه فرقه كمان، بنروح لبين وسوير وبيكون بيحط بين لزق طب لسوير عشان التعويره اللي تعورها، وبيطلع التابلت بتاع جاو وبيقول له بين ده التابلت بتاع جاو، قال له ايوه، وبيروح بين للحمام وبيكلم حد وبيكلم سوير ساره وبتقول له ان هم رجعوا بدري عشان هنري اكل حاجه وبطنه وجعته، وهم جايين يدخلوا بيقابلوا بوتا وبيقول لهم ان هو عامل صيانه هنا وبيهزر مع الاطفال وبيمشي، وبتبص ساره عليهم وبتشوف اسم على الشنطه اسمه سيرين، وبتدخل شقتها وبيكون سوير هيمشي وبيقول له بين ان هو مش هيلحق يوصل في الوقت المناسب، بيقول له سوير في ايه؟ قال له ليه خرجت التابلت من الشنطه، وبيستغرب سوير وبيوجه بين ليه مسدس وبيقول له يديله التابلت، وبيحاول سوير يهديه وبيقول له ان هم اخوات، بس بين قال له لا، وبيهجم سوير عليه وبيضرب بين فيه وبيخلع رجله، وبيكون ماسك له سكينه وبيعرف سوير يتفرد ضرب منه وبيكون هيموته بس بيرميها بعيد عنه، وبيضربوا هما الاثنين في بعض، وبيكون بين عايز يموته بالمسدس بس سوير بيلحق نفسه وبيضرب بين بالغصب وبيحاول يساعده وبيقول له ايه اللي بيحصل، وبيقول له بين ان هو ما كانش المفروض يرجعوا على ساره واولاده، وبيكون بوتا والفريق بتاعه بيحطوا مواد مشتعله وبيولعوا في المكان كله، وبتسمع ساره صفاره الحريق وبتشوف في ايه، وبيشوف جاو اللي بيحصل وحد بيقول له المفروض يمشوا عشان المبنى بيولع، بس جاو قال له ان ده الدور 96 هو اللي بيولع بس، وهم عندهم اكتر من 100 دور فوقه وانظمه الحريق هتطفي الحريق ده بسرعه، وبيقول بين ان هو اللي وقعه في المشكله دي وهم عاوزين التابلت ويهرب دلوقتي عشان هيجوا وراه، وبياخد سوير التابلت وبيبص على البرج من الشباك وبيشوفه مولع، وبيجي ينزل بيلاقي ناس طالعين على السلم وبيجري منهم وبيضربوا نار عليه، وبيخرج من الشباك بس بقى على الارض، واحده بتكهربه وبتاخد منه التابلت وبتعمله على وشه
بيدخل للتحكم في البرج وبتكون هتموته، بس الشرطة بتوصل وبيجري سوير وبيمشوا بعيد بالعربية، وبيركب سوير موتوسيكل وبيمشي بيه، وبتوصل الشرطة للبرج وبيشوفوا ان الدور 96 كله مولع، وبتروح سارة تحط قماش مبلول تحت مدخل الباب عشان ما فيش اي دخان يطلع عليهم، وبيدخلوا الحمام وبتحاول سارة تطمن عيالها، وبتروح اللي اخدت الجهاز من سوير لمكان التحكم في البرج وبتموت حارس الامن، وبيدخلوا يموتوا في كل اللي موجود في المكان. وبيروح سوير يقرب للبرج وبيكلم سارة وبيقول لها ان هو مش عارف يوصلها عشان الشرطة حوالين البرج في كل مكان، بس بيقول لها تروح للقاعة وفي له تحكم هناك وتظهر ليه اللوحة دي وهو هيقول لها تروح فين. وبيعرف جاو ان عيلة سوير في المكان وبيقول لهم يبعتوا حد ليهم، وبيحصل تحذير امني فجأة، وبيكون معاهم واحد بيخترق النظام وبيخترقوا فعلا، وبيقول لهم بوتا يقفلوا ابواب الطوارئ كلها من الدور 95 لحد الارضي ويعطلوا انظمة الحريق. بيعطل انظمة الحريق فعلا والحريق بيزيد، وبتروح سارة للوحة وبتقول له ان الادوار اللي فوقهم لونها اصفر. قال لها ده معناه ان الادوار اللي فوقهم النظام فيها مش شغال، وبيقول لها تاخد عيالها وتطلع على فوق. وبيقول بوتا يفتحوا فتحات التهوية وبيفتحها فعلا والحريق بيزيد، وبيكون في 2 اللي بعتهم جاو بس النار بتطلع عليهم وبتجري سارة وولادها والدور بيتدمر. وبيشوف سوير نفسه على التلفزيون الشرطة بتدور عليه وبيثبتوه وبيقول لهم ان هو المفروض يروح لعيلته، وبيرفع ايده وبيقربوا عليه بس بيضرب واحد فيهم وبيزقوا على الباقي وبيجري منهم. وبيكون الهاكر بيقول للبنت ديت ان مفيش داعي يستخدموا خاصية التعرف على الوجه تاني والمبنى كله مقفول وهو الوحيد اللي يقدر يكسر الشفرة دي، بس بتموته. واحد بيفضل يقول لجاو انهم المفروض يمشوا من هنا وبيقول لهم يجهزوا الطيارة وبيجهزوها فعلا. وبيروح سوير عند البرج وبيطلع على البرج اللي فيه الرفع وبيشوف الشرطي انهم طالبين سوير، وبيسأل الشرطية مين ده، قالت له ده جندي سابق في المشاة البحرية وكان عنده الاذن انه يدخل الانظمة الامنية للبرج، وبيقول لها ممكن يبقى ليه علاقة ولازم يقبضوا عليه. وبينادي عليها وبيقول لها تبص، وبيكون سوير بيطلع على البرج والكل بيكون شايفه. وبتقول الشرطية ازاي هيجيبوه من هنا، قال لها تبعت طيارة ليه. والشرطة بتفتح الباب وبتطلع وبيوصل سوير لفوق وبينط عشان يمسك في حديد عشان يعرف يطلع، وبيكون لو وقع هيموت، وبيحاول يطلع بس ايده بتفلت وبيمسك على اخر لحظة وبيطلع تاني. وبيكون الشرطة طالعين ليه وبيروح يقفل الباب عليهم وبيروح يتحكم في الرفع، والشرطة بتوصل بس مش بيعرفوا يدخلوا. وبيروح واحد يقول لجاو ان هو مش هيعرف يحميه لو ما عرفش ايه اللي بيحصل، واحساسه بيقول له ان مين ورا كل ده، قال له بوتا، بس بيقول له ان لو حد زي بوتا عاوزك ميت ففي طرق اسهل من دي بكتير، بس قال له ان هو عاوز جهاز معاه. وبيحرك سوير الرفعة كذا مرة عشان توصل للبرج وبيعمل كده فعلا وبيثبتها، وبيروح ينزل على الرفعة بس بتتفك تاني من البرج وبيطلع تاني، والشرطة بتدخل وطارة بتطلع عليه بس بيجري وبيضربوا عليه نار وبينط وبيمسك في اخر حاجة وبتكون حديدة بتقع وبيلحق يمسك وبيطلع والكل بيسقف له تحت، وبيدخل لجوه البرج. وبتقول الشرطية هو ليه مصر ان هو يروح البرج رغم الحريق ده، وبيقول لهم واحد من الامن ان هم سمعوا ان عيلة سوير جوه البرج وبيعرفوا ان هو بيحاول ينقذهم، وبيجري هنري وجورجيا مع سارة والمكان وراهم بيولع وبيجروا. وبيتحرك جاو على الطيارة وبيقول له رئيس الامن يستنى عشان ده مش الطيار بتاعهم، وبيطلع الراجل اللي كان معاه سلاح وبيموت واحد فيهم، وبوتا بيدخل عليهم وبيموته في الكل، ورئيس الامن بيتضرب برصاص. وبيروح بوتا لجاو وبيعرفه على صاحبه اللي خانه، وبيمسك رئيس الامن مسدسه وبيكون بوتا وجاو بيتكلموا وبيموت الطيار بس بيقتلوه والطيارة بتتدمر. وبيجري جاو منهم وبيضرب بوتا عليه بس بيلحق يقفل الباب قبل ما بوتا يجي وراه، وبيبلغهم بوتا يفتحوا الباب بس قالت له ان الباب ده مش بيعرفوا يتحكموا فيه، وبتقول له انه سوير في البرج هو وعيلته كمان. وبيقول الراجل الخاين ده لبوتا لو حد هيعرف يفتح الباب ده فهو سوير وهو هنا ولازم نلاقيه. وبيجهز سوير نفسه وبيعالج الجروح اللي عنده، وبيعرف عيلته هتبقى راحت فين وبيتحرك عليهم وبياخد سلاح معاه وهو ماشي. وبتتحرك سارة وولادها وبيخرج ليهم الراجل الخاين ده بيثبتهم بسلاح، بس بتطلع سارة مقص من معاها وبتضربه في رجله وبتوقعه، وبيقوم بيحاول يضربها بس بتضربه تاني وبتجري والجسر بيكون بيقع ومش بتلحق تعدي لولادها، وبيقع بين الطفلين شجرة مولعة وبيكونوا هيلفوا ويتقابلوا تاني. وبيروح الراجل وبيكون هيموت سارة بس سوير بيلحقها وبيرميه في النار، وبتقول له انت دخلت ازاي؟ قال لها هقول لك بعدين. وبيروح هنا رميهم وبيكون على الجنب التاني، وجورجيا بتكون فوق وبيطلع سوير الخشب وبيمسك الجسر، وبتنزل سارة اللوح الخشب وبتمشي عليه وبتوصل لهنري وبتشيله وبتعدي بيه بس بتقع في النص وبتمسك على اخر لحظة، وبتقوم تاني وبتلحق توصل قبل ما سوير يسيب الجسر، وبياخدهم وبيقول لهم ان المصعد بيشتغل كهرومغناطيسي ولما يكون في حريق بتفضل ثابتة بس ممكن توقفها يدوي، ولو
السلك اتقطع المصعد ده هينزل والمغناطيس هيشتغل، وبيقول لها تسحب المقبض ده، وبيقول لها تعد 5 عدات وتسحبه، وبيودعهم وبيدخلوا وبيقطع سوير الحبل، والمصعد بينزل بيهم بسرعه، وبتعد ساره وهنري 5 سوا زي ما سوير قال لهم، وبتشد المقبض والسرعه بتخف، وبيكون في 2 راحوا لجورجيا وبتجري منهم وبتنادي على سوير، وبيروح على الصوت وبتكمل جري منهم ومش بيكونوا شايفينها، بس واحد بيبص فوق وبيلاقيها، بس سوير بيكون وصل وبيضربهم وبياخدها، بس بيلاقي بوتا وراه موجه ليه سلاح وبيقول له ان هو كان بيدور عليه، وبيكون البرج كله بيولع، وبيقول بوتا لسوير ان هو عاوز يفتح الباب ده، بس قال له مفيش حل غير انه يتفتح من جوه، بس بوتا قال له كل حاجه ليها نقطه ضعف، وجو نقطه ضعفه المبنى ده، وانت نقطه ضعفك عيلتك، وبياخد جورجيا منه، وبيقول له بوتا يفتح الباب او مش هيشوف بنته تاني، وبيمشوا وبيسيبوه لوحده، وبيقوم سوير وبيشوف في الاخبار وبيعرف ان ساره وهنري وصلوا بامان، وبيجيب نظام الحمايه عشان يشوف ازاي يفتح الباب، وبيكون جاو مخبيه ورا التوربين، وبتروح ساره وهنري للشرطه وبتقول لهم ان سوير ملهوش دعوه باي حاجه، وبيسالوها عدد اللي هي شافتهم كام، قالت لهم 3 بلبس شغل، واحد فيهم عنده لهجه اسكتلنديه وطوله حوالي 1.80 متر، وبيعرضوا ليها صور وبتطلع صورته، وبيعرفوا ان هو بوتا وهو جندي سابق في الجيش ومطلوب باي ثمن، وبتقول الشرطيه ان دي مش طريق بوتا وازاي هيفضل في البرج بدون اي مخرج. قالت لهم ساره ان هم هينطوا من البرج، قالوا ليها ازاي؟ قالت لهم كان واحد شايل شنطه عليها شعار وفي اجنحه ومكتوب عليها سيرين، وبيدوروا على جوجل وبتطلع ديت شركه باراشوتات فعلا، وبيحاول سوير يكسر الازاز ومش بيتكسر، وبيحاول تاني وبيتكسر وبيكون هيقع، وبيلحق نفسه على اخر لحظه وبيطلع حبل وبيربطه في حاجه موجوده، وبيهرب بره البرج، وبيشرح الشرطي ان هم لو هينطوا من فوق البرج ده هيبعدوا حوالي 2 كيلو، وبيحددوا هم هيروحوا فين، وبتقول له الشرطيه ان هي ديت ممكن تبقى خطه سوير، بس بتقول ساره للشرطي ياخدها معاه هناك، ولو هي غلطانه والمكان فاضي هيخسر ايه، بس لو هي عندها حق هتبقى ديت فرصتهم يمسكوا المجرمين دول. وبيشوفوا سوير على التلفزيون وهو بره البرج، وبيعدي سوير على البرج وبيوصل لمقبض وبيتعلق فيه عشان يوصل للتوربين، وبيكون في مراوح بتلف، وبيفضل يعد في عدد اللفات، وبينط وبيفتح الغطا وبيروح على السلك وبيقطعه، وبيفتح كل الابواب اللي في المكان، بس التوربين بيكون هينفجر خلاص، وبينط سوير قبل ما يموت وبيمسك في الحبل، بس بيكون متعلق من رجله، وبتكون رجله الصناعيه وبتكون خلاص هتفك، بس بيلحق يعدل نفسه وبيمسك في رجل الصناعيه وبيطلع على الحبل وبيوصل لفوق، والكل بيسقف ليه، وبيحاول جاو يقفل الباب تاني، بس سوير بيرمي رجل الصناعيه وبتوقف الباب، وبيدخل وبيشدها وبيعرف يعدله جوه، وبيلاقي جاو موجه ليه مسدس، وبيقول له سوير ان هو قريب قوي، وبيوقعه على الارض، وبيقول له ان هم لازم يتكلموا، وبيقول له سوير يعرفوا الحقيقه لو عاوزين يخرجوا من هنا، وبيقول له مين ده؟ قال له انه اسمه بوتا وهو بيدير 3 منظمات اجراميه، ولما بدا يبني برج اللؤلؤه بوتا جاله قال له لو ما دفعش هيوقف الشغل بتاعه، ودفع له، بس هو كان عنده نظام تعقب مخفي في نقل الفلوس دي، وبوتا كان بيبعتها لحسابات تانية، وهو عرف حساباتهم واسمائهم وكل حاجه عنهم، وبوتا ما كانش عارف يستفزه تاني، بس لما المنظمات ديت عرفت كده هددوا بوتا ان هم يقتلوه لو ما صلحش اللي عمله ده، ولو قتلوا النسخ اللي عملها هتوصل للشرطه، بس لو اخذ النسخه الاصليه فهيعرف يخفي كل حاجه. قال له سوير وهو حرق البرج كله عشان عارف انك هتاخد اهم حاجه معاك، وبيقول له سوير ان هو هيدي البوتا اللي هو عاوزه، بس قال له جاو ان هو لو خد القرص ده هيموتهم هما الاثنين. سوير قال له ان حياه بنته اهم من حياته، وبيقول له جاو طب الخطه ايه؟ وبيطلع سوير ليهم ومعاه جاو مربوط، وبيقول له يجيب بنته، بس جاو بيفك ايده وبيوجه السلاح لسوير، وبيقول لبوتا ان هو عاوز باراشوت او مش هيديله اي حاجه، وبيقول بوتا اللي جنبه يديله الباراشوت بتاعه وبيهدله بالسلاح، وبيديله الباراشوت فعلا، وبيقول له يجيب القرص وبيرميه جاو، وبيطلع سوير سيف وبيموت اللي قدامه، وبيفعل جاو الكوره اللي فوق البرج وبيدخل جواها قبل ما تقفل، وبيكون كلها مرايات زي ما شفنا في اول الفيلم، وبيكون سوير مش عارف اي حاجه جوه ولا اللي موجودين عارفين اي حاجه، وبيموت سوير وجاو في اي حد بيشوفوه، والشرطه بتوصل للمكان اللي ساره قالت لهم عليه، وبيلاقوا حد هناك فعلا وبيضربوا نار عليهم، وبيكون البرج كله بيولع، وبيكون حد هيموت سوير بس بيلحق يتدارى، والتاني بيخنقه، بس سوير بيفتح له الباراشوت وبيشده لبره، وواحد بيوجه المسدس لسوير بس جاو بيلحقه، وبيروح بوتا عليهم وبيضرب نار وبيجروا منه. بنروح تاني لساره والشرطه، بيكون في واحده بتلف من ورا الشرطه وساره بتشوفها، واول ما بتيجي ناحيه الباب بتخبط ساره فيها قبل ما تموت الشرطي، وبيتحركوا سوا، وبتكون ساره بتتضرب والعربيه بتفضل تعمل صوت، وبتكون بتخنقها خلاص، بس الشرطي بيوصل لها وبتسيبها، بس ساره بتنادي عليها وبتضربها بالرجل، وبتشوف التابلت وبتاخده، وبيكون جاو اتصاب، وبيقول له سوير ان هو هيجيله تاني، وبيروح يدور على بوتا
مبسوطه وبيلف ليه وبيكون معاه جورجيا وبيقول له يرمي المسدس او هيرميها، وبيرمي سوير المسدس وبيقول له يرمي للقرص، بس سوير بيقول له ان هو لازم يعرف حاجه. قال له ايه هي؟ قال له ان هو وراه وبيضربه بالرجل والقنبله بتتفتح وبتتدمر فيه، وبتروح ساره تحاول في التابلت وبتعرف ان هو بيتحكم في البرج كله، وبتحاول ساره تشغل نظام الحريق تاني وبيكون البرج كله مولع حواليهم، وبيقعد سوير مع بنته وبيحاول يهديها، وبتعمل ساره اعاده تشغيل للبرج من تاني وبيفصل وبيشتغل من تاني، ونظام الحريق بيشتغل وبيطفي كل حاجه في ثواني زي ما سوير كان قال لجاو في اول الفيلم. وبتكون ساره مبسوطه وبيروح سوير ياخد جاو وطايره بتروح تاخدهم، وبيدي سوير القرص لجاو تاني وبيقول له هتعمل ايه؟ قال له ان هو هيبني البرج كله من تاني، والكل بيكون مبسوط وبيخرج سوير والكل حواليه وبيفضل يدور على مراته وابنه لحد ما بيلاقيهم وبيروح ليهم وبيقول لهم ان هم كويسين، وبيقول له الشرطي ان هو اتشرف بمعرفته والكل بيكون مبسوط بيهم. وبكده يكون فيلمنا خلص. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، ولو عايز نتكلم عن اي فيلم اكتب لي تحت في الكومنتات. وبس كده اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.